في وجوه بريئة تقدر تبص فيها وتحلف ان مفيش وراه اي شر، بس تخيل لما الوش البريء ده يلبس طقم المدرسة ويشيل سلاح ويفتح النار على زمايله. النهاردة حكايتنا عن واحد الناس كانت فاكرينه ملاك لكنه طلع شيطان، واسمه نيكولاس كروز. في يوم دموي من ايام شهر 2 سنة 2018، وتحديدا يوم 14 يعني عيد الحب، الساعة كانت قرب 2 ونص الظهر، وفي مدرسة في ولاية فلوريدا الأمريكية سمعوا صوت طلقات. مش طلقة ولا اتنين، لأ، ده صوت حرب. نيكولاس طالب سابق في المدرسة وكان عنده 19 سنة. دخل المبنى عادي جدا أكنه جاي يحضر حصة، بس كان شايل معاه بندقية هجومية ونوعها AR-15. ضرب أكتر من 100 طلقة وقتل 17 شخص من طلبة ومدرسين، وأصاب أكتر من 17 تانيين. الدم كان في كل مكان والناس كانت بتجري وهي بتصرخ، وهو كان بيتنقل من دور للتاني بهدوء بارد أكنه كان بيلعب بابجي. غير هدومه وخرج من المدرسة وسط الناس، وراح ياكل حاجة في مطعم ماكدونالدز، بس الشرطة قبضت عليه بعديها بساعة. هنا بدأ التحقيق وبدأت الحكاية تسمع. نيكولاس كان طفل متبني وتربى في بيت عنده مشاكل. أبوه مات وهو صغير، وأمه ماتت قبل الجريمة بشهور، واتطرد من المدرسة بسبب سلوكه العنيف، وكان بيعاني من اضطرابات نفسية. وفي تقارير بتقول إنه كان بيعذب الحيوانات وبيهدد زمايله زمان. والكارثة إن ال FBI كان جاله بلاغ عنه قبل الحادثة بشهور، بس للأسف محدش اتحرك. في المحكمة اعترف بكل حاجة وقال أنا آسف، بس أنا كنت محتاج مساعدة ومحدش ساعدني. وفي سنة 2022 أخد حكم بالسجن المؤبد من غير أي فرصة للإفراج. والناس لحد النهاردة مش قادرة تستوعب إزاي شاب في سنه يعمل كده، وإزاي الدولة سابته لحد ما انفجر بالشكل المرعب ده. نيكولاس كروز مش مجرد سفاح، ده علامة حمراء على وش مجتمع كامل فشل إنه يسمع أو يشوف أو ينقذ اللي حواليه. وكل طلقة ضربها كانت عبارة عن صرخة سايبها ومحدش فاهمها. ولو شايف إن الشر أوقات بيبدأ من الطفولة، اعمل لايك واشترك في القناة، واستناني في حكاية جاية ممكن تكون أقرب مما تتخيل. واحنا هنا من قلب الحكاية بنكشف المجهول.